طبعا كنت تيتا. ازيك يا مدام ايمان؟ منورانا ومتشكرين لذوقك وان انت جيتي النهارده. الله يبارك لك. شكرا على الكلام اللي انت قلتيه اللي احنا حاسين فعلا هو طالع من قلبك وهو كلام بصدق وفعلا والله من قلبي، والله من قلبي فعلا. الحمد لله. ربنا يخليكي. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انت قلتيها وانا دايما بحب اكد عليها موضوع المتابعه. المتابعه بعد العمليات، وان الدكتور يبقى عنده وقت انه يقدر يتابع العيانين بتوعه وهو والفريق بتاعه. ده بيفرق جدا جدا في عامل النجاح بتاعت العمليه. اكيد والله صح. وبصراحه يعني حتى لو ما بنروحش متابعه، لما كنت بتصل بحضرتك في اي وقت بترد علينا على طول في الموبايل بصراحه، يعني مش بتتاخر حتى علينا في الرد. اللهم لك الحمد، ربنا يبارك لك يا رب. النقطه دي مهمه، ان حتى لو في حد من محافظه ثانيه او من بلد ثانيه حتى خارج مصر بنقدر نعمل له المتابعه الاونلاين، ما نحسسوش ان هو بعيد. أيوة. ودي نقطه مهمه، لان دايما بنقول ضمان نجاح العمليه حاجات كتير قوي، من اهمها المتابعه. المتابعه المستمره. صح. فدي نقطه مهمه. ونمره 2 طبعا التكنيك بتاع العمليه اللي احنا بنحاول نعمله بحيث ما يحسش بترجيع، يبقى في نزول في الوزن كويس، لا هو سريع قوي ولا هو بطيء قوي. أيوة. النزول صحي مع اكل صحي. أيوة. العوامل دي كلها بتساعد على نجاح العمليه. تمام. بس احنا تقريبا عاملين عمليه بقالنا 7 شهور تقريبا. تمام. تميت كنا كام كيلو تقريبا؟ 111. 111 ما شاء الله. طولنا تقريبا 160 صح كده؟ 160 ودلوقتي 78 ما شاء الله ما شاء الله. يعني خاسين بتاع اكتر من 35 كيلو في 7 شهور. الحمد لله يا رب الحمد العالمين. لله. معاكي صوره كده توريها لنا عشان نشوف الفرق؟ معايا يا دكتور. هي الكاميرا كده. طبعا كنت تيتا. احنا ما شاء الله يعني نازلين اكتر من 33 كيلو. الحمد لله يا دكتور، اللهم لك الحمد. وبصحه وبعافيه. والله يا دكتور كل شويه كل شويه كده اقعد مع نفسي اقول اللهم لك الحمد. يعني واحد فعلا كان خايف بقى من العمليه. اكيد طبعا. كل شويه اقول الحمد لله عملت العمليه وخسيت، اللهم لك الحمد وديمها عليا نعمه يا رب. والله كل شويه اقعد ادعي كده الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني واحد فرحان جدا جدا. الحمد لله. يعني فرحان قوي، مش عارفين نوصف حتى فرحنا ده والله فعلا. الله ربنا يديم عليك يا رب يديمها يا رب علينا يا رب بالصحه. نكمل الوزن المثالي والعافيه يا رب. ده مهم جدا يا رب. ايه الوزن المثالي يا دكتور؟ يعني خسرنا 10 15 كيلو كمان كفايه ان شاء الله. يبقى 10 كيلو كفايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.